بيبدأ الفيلم وبنشوف كول البطل بتاعنا واللي بنعرف إنه حارس شخصي لرجل أعمال كبير، وبيكون واقف في الشركة وبيراقب كل الأشخاص اللي موجودين في المكان وبيركز على أدق التفاصيل لغاية ما بتجيله مكالمة من رجل الأعمال اللي بيكون اسمه تيبو، وبيقول له فيها إنه خلاص نازل من الاجتماع، وعلشان كده بيروح كول يستناه قدام الأسانسير. وأول ما بينزل تيبو كول بيكتشف إن ابن تيبو كان موجود معاه في الاجتماع، وبنعرف إن الشركة اللي رئيسها تيبو هي شركة سفن بحرية. وبنشوف تيبو هو خارج من الشركة وبيبص لرمز السفينة اللي هو كان حاطه في الشركة، وبيبان عليه انه حاسس بالندم. وساعتها بيجي شخص تاني وبيقول له انهم هياخدوا بالهم من الشركة كويس وهيحاولوا يكبروها على قد ما يقدروا. ولما بيركب تيبو ابنه واللي بنعرف ان اسمه كاميرون للعربية، تيبو بيحاول يحسس ابنه انه مش زعلان ان هو باع الشركة اللي تعب فيها طول حياته علشان خاطر ابنه، هو بيحاول ما يشيلهوش اي ذنب. وساعتها كول بيكون هو اللي سايق وبياخد باله كويس قد ايه تيبو خايف على مشاعر ابنه. وبعد ما كول بيوصلهم على البيت بيروح يقعد مع واحد من اصدقائه وبيلعبوا شطرنج، وهما بيلعبوا كول بيتكلم معاه وبيقول له انه اتعلم مهارة الشطرنج دي لما كان في السجن، وده برغم انه كان ضابط، بس علشان بيتكلم في السياسة كتير اتخانق مع اشخاص ما ينفعش يتخانق معاهم، ومن ساعتها وهو اتحبس وفصلوه عن العمل وما بقاش ينفع يشتغل ضابط تاني نهائي. وفي الوقت ده صاحبه بيقول له انه فاكر كويس ان النهارده عيد ميلاد ابوه، هو بيحاول يواسيه علشان عارف قد ايه كول كان بيحب والده. وفعلا بنشوف كول بعد ما بيروح البيت بيقعد يفتح ألبوم الصور بتاع ابوه وبيستعيد كل الذكريات بتاعته مرة تانية وبيكون حزين جدا. وتاني يوم بالليل بنشوف كول بيروح يحضر الحفلة اللي عاملها تيبو وابنه، والحفلة بتكون ماشية كويس جدا والكل مبسوط والأجواء جميلة خالص. لكن كول كالعادة بيكون واقف في نص الحفلة وعمال يراقب كل الأشخاص اللي موجودين لغاية ما عينه بتيجي على شخص شكله غريب جدا في الحفلة، وساعتها كول بيشك فيه لأنه أول مرة يشوف الشخص ده، وعلشان كده بيسأل المساعد بتاعه مين ده، والمساعد بتاعه بيقول له إن ده واحد اسمه دانييلز، وخليكوا فاكرين الاسم ده كويس. والمساعد كمان بيعرفه ان دانييلز ده بيشتغل في شركه ليها علاقه بالسفن البحريه برضه، وبالرغم من ان كول بيكون شاكك فيه لكنه بيكبر دماغه منه وبيتجاهله وبيكمل الحفله. وبنشوف تيبو بيدي لابنه هديه وبعدها بيدي لكول هو كمان هديه، وده علشان كول انقذ حياته من كذا سنه. وتيبو من ساعتها بيعتبر كول واحد من العيله وبيعتبره زي ابنه بالظبط. وفي نفس الوقت ده بنشوف دانييلز بيدخل الحمام وبيتكلم في التليفون وبيقول ان صفقه البيع هتنتهي، يعني هتنتهي. وبعدها بيكون كول سايق العربيه وراكب معاه تيبو، وبيكون باين عليه انه متضايق جدا، وكول مش بيتردد لحظه انه يساله عن اللي مزعله. وطبعا تيبو بيقول له انه متضايق جدا علشان باع الشركه، بس هو كان لازم يعمل كده، وده علشان يساعد ابنه كاميرون علشان يبدا حياته، وما كانش ينفع يجبر ابنه يعمل حاجه غصب عنه. وفي اللحظه دي كول بيكتشف ان الشارع اللي هو داخله فيه مشاكل فنيه وتصليحات، وفي ناس تبع الحكومه بتعمل صيانه في الشارع، ولكن في نفس الوقت بيلاقي عربيه وراه شكلها غريب سدت الشارع. وساعتها كول بيتاكد 100% ان معمول لهم كمين، وفعلا الرجاله اللي في العربيه بتضرب عليهم نار، ولكن كول بيحاول على قد ما يقدر يسيطر على الموقف وبيشتبك معاهم وبيقتل منهم واحد واثنين وثلاثه، وكمان بيقول ما بدهاش بقى، وبيدخل بالعربيه في الناس اللي بتصلح الشارع وفي منهم ناس بتموت. وطبعا كول كان مفكرهم انهم تبع العصابه، وبعد ما بيقضي عليهم كلهم بيتفاجئ بان تيبو اخد طلقه في قلبه وخلاص بيكون بيطلع في الروح. وفي الوقت ده تيبو بيوصي كول على ابنه كاميرون وبيقول له انه لازم ياخد باله منه كويس جدا وبيموت. وساعتها كول بيكون حزين جدا على موت تيبو، وده لانه بيعتبره زي ابوه بالظبط، وبيفضل يدور على اي حاجه شخصيه مع افراد العصابه لغايه ما بيلاقي باسبور واحد من العصابه، وعلشان كده بيكلم المساعد بتاعه وبيخليه يكشف له على الباسبور ده، وبيكتشفوا ان اصلا الشخص ده كان شغال معاهم في الشركه، وبيعرفوا كمان ان الشخص ده المفروض كان طالع سفريه على سفينه من السفن البحريه بالليل. ساعتها كول ما بيترددش لحظه انه ياخد الباسبور بتاع الراجل ده ويطلع بيه على المينا، وبيدخل السفينه كانه هو الشخص ده. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف المساعد بتاع دانييلز وهو رايح علشان يقول له انهم قدروا يقتلوا تيبو، ولكن ما قدروش يخلصوا على السواق بتاعه فلت منهم. وساعتها دانييلز بكل اريحيه بيقول له خلاص خلي الحكومه تقلب عليه، ما هو كده كده مجرم وموت ناس مالهمش علاقه بالموضوع. وفعلا المساعد بيسمع كلامه وبيبلغ الحكومه، وصوره كول بتنتشر في الاخبار والكل بيعرف الموضوع. وفي اللحظه دي بيبقى كول مطلوب القبض عليه. وفي الوقت ده بنشوف بنت اسمها انجي بتكون شغاله تدريب في الشركه بتاعه تيبو، وبتكون قاعده بتتابع الاخبار، لكن فجاه بيجي لها تليفون من الاداره بتاعه الشركه انها لازم تنزل مساعده ثالثه على السفينه، ودي بتكون هي نفس السفينه اللي لسه وصل لها كول. وبرغم ان هي بتكون رافضه انها تطلع اي مأموريات الا ان اللي بيكلمها كان مصمم جدا، وعلشان كده اضطرت انجي انها فعلا تروح. ولما بتوصل هناك بتقابل المساعد بتاع قبطان السفينه وبياخدها وبيديها لقبطان السفينه اللي بيكون مش طايقها ومش عارف هم باعتينها له ليه، وبيقول لها ان العدد
والعدد اللي معاه هيكفي وزياده. لكن انجي مش بتهتم بكلامه وبتقول له انها جايه تنفذ الاوامر اللي اتطلبت منها وبس. واول ما بيبداوا الرحله القبطان بيؤمر المساعد بتاعه انه يقول لانجي انها هي اللي هتمسك دوريه المراقبه هي وواحد تاني النهارده. وفعلا انجي بتقوم تبدا في شغلها وبتراقب السفينه. لكن في الوقت ده بيكون كول بدا يلف في السفينه، وده علشان يحاول يوصل لاي خيط يعرف بيه مين اللي قتل تيبو. وفي وسط ما بيكون كول بيلف في السفينه بيشوف باب حاويه جوه السفينه مفتوح، وطبعا فضول كول بيخليه يفتح الباب علشان يشوف ايه اللي موجود جوه. وساعتها بيلاقي كميه اشخاص من جنسيات مختلفه، شويه صينيين وشويه فلبينيين، وبيكونوا محبوسين في الحاويه ومعاهم اطفال صغيره مجروحه. وكول في الوقت ده بيبدا يفهم انهم مخطوفين، وبيحاول يهديهم وبيقول لهم انه هيساعدهم وهيجيب لهم ميه واكل، وهيحاول يشوف لهم كمان دكتور علشان يغير على الجرح بتاع الطفله. وفعلا بيطلع بره الحاويه وبيتصرف لهم. لكن انجي بتسمع صوت غريب في السفينه، وعلشان كده بتنزل نفس المكان اللي فيه الحاويه، وساعتها بتاخد بالها من ان الباب مفتوح، وبتدخل وبتتفاجئ من اللي بتشوفه، وبتكون مش فاهمه اي حاجه. وساعتها واحده من الرهاين بتقول لها انت اكيد دكتوره طيبه شبه الشخص اللي جاب لنا اكل وميه. بس انجي مش بتكون فاهمه هي بتتكلم على مين اصلا، وبتكون خايفه منهم جدا، وعلشان كده بتنادي على زمايلها اللي شغالين معاها في السفينه، وده على اساس انهم برضو ما يعرفوش، وبتخلي واحد من زمايلها مسؤول عنهم، وهي بتطلع للقبطان. ولكن ساعتها انجي بتشك ان القبطان اصلا عارف كل حاجه وبيحاول يكذب عليها، وعلشان كده بتحاول انها تسيبه وبتنزل. لكن بتلاقي المساعد بتاعه مستنيها بالمسدس وعاوز يقتلها، ولكن على مين؟ انجي برضو بطله وليها في الاكشن وبتقدر انها تديله علقه موت. وفي نفس الوقت ده بيكون كول تحت بيدافع عن الناس بعد ما كل اللي شغالين في السفينه بيحاولوا يسيطروا عليهم مره تانيه، وبيكونوا عاوزين يقتلوا جزء منهم. بس كول بيتدخل وبيخلص عليهم واحد ورا التاني بطريقه احترافيه، واللي كان بيعصلك معاه كان بيحط له السكينه في خده على طول. راجل ما بيتفهمش. وبعد كده بيحاول يهرب الناس من السفينه دي خالص، او على الاقل يقعدهم في مكان امان شويه، وده لغايه ما يقدر يتصرف ويشوف هيعمل ايه. وبيكون في واحد من الناس دول كول بدا يثق فيه، وكول بيشوف ان الشخص ده يقدر يدافع عنهم، فبيديله مسدس وبيسيبه، وده علشان يشوف هيحل المشكله دي ازاي. وفي لحظات انجي بتبقى بتحاول تدي اي اشاره للشرطه البحريه، وده علشان يحسوا ان في شيء غريب في السفينه ويجوا يلحقوهم، لكن للاسف مش بتلحق، والقبطان بيكسر عليها باب الاوضه وبيدخل. وقتها انجي بتهرب منه بسرعه، ولكنها بتتصاب بطلقه من المسدس بتاعه. وفي الوقت اللي هي بتحاول تستخبى من القبطان بتلاقي وراها كول اللي بيقابلها لاول مره، وبياخدها على اوضه سريه في السفينه، وبيقول لها برضو ان هو عاوز يساعد الناس زيه زيها. وهنا بيتحدوا مع بعض علشان ينقذوا الناس دي ويفهموا كمان ايه اللي بيحصل على السفينه. ساعتها بينزلوا هما الاثنين علشان يستخبوا في السفينه تحت، وبيتعرفوا على بعض كويس. وانجي بتكون عارفه كول من الاخبار اللي على التلفزيون، وبتساله عن اللي حصل بالظبط، وهل هو مجرم بجد ولا دي اشاعات. وكول بيشرح لها اللي حصل بالتفصيل، وبيقول لها على الهجوم اللي حصل عليه هو وتيبو، وبيعرفها كمان سبب وجوده على السفينه دلوقتي، وانجي بتصدقه. وبعد كده هما الاثنين بيبداوا يفكروا ازاي هيقدروا يبلغوا الشرطه البحريه، لغايه ما بتجيلهم فكره، وهي انهم يعملوا حريقه كبيره في السفينه، فكل الرجاله اللي على السفينه هتتشغل في الحريقه، وهيقدر هو وانجي يطلعوا يكلموا الشرطه البحريه. وفعلا خطتهم بتنجح، والقبطان بتاع السفينه بيكون مش عارف هيعمل ايه، وانجي بتقدر انها تكلم الشرطه البحريه وبتعرفهم انهم في مصيبه، والسفينه اللي هم عليها طلع القبطان بتاعها بيتاجر في البشر، وانه محتجز رهاين كتير من جنسيات مختلفه. وبعد كده بنشوف كول بيوصل لجهاز تجسس على السفينه، وبيسمع القبطان وهو بيكلم دانييلز، وبيعرف منه ان اصلا كاميرون ابن تيبو هو اللي متفق معاه وبياخد منهم فلوس، وده في مقابل انهم يهربوا ويتاجروا بالبشر في السفينه بتاعته. بعد كده بنشوف المساعد بتاع القبطان بيقدر انه يمسك انجي وبيحبسها في الاوضه اللي هم قاعدين فيها. وفي الوقت ده كول بيقرر انه يستخبى شويه، وده علشان هو كمان ما يتمسكش. وساعتها القبطان بيحس انه بدا يسيطر على الموقف، وانه قدر يحبس كول في مكان معين. وفي الوقت ده الشرطه البحريه بتكون بتعمل كل التحريات على كل اللي في السفينه، وبيعرفوا ان كول ده كان ضابط كويس جدا، ولكن بسبب المشاكل السياسيه اتفصل وما بقاش بيشتغل شرطي. بعد كده بنشوف مركب بتقابل السفينه علشان يشتروا منهم البشر اللي معاهم دول وتتم العمليه، وفعلا بيدخلوا على الحاويه علشان يشوفوهم. ولكن في الوقت ده بيقرر كول انه يطلع من المخبأ بتاعه، وبيبدا الاكشن بقى يا صاحبي، وبيخلص عليهم واحد ورا التاني، وده بطريقه ما حدش على السفينه كان متخيلها اصلا. وانجي بتقدر انها تفك نفسها وبتساعد كول في انها تخلص على الرجاله اللي على السفينه، وما بيتبقاش حد على السفينه غير القبطان اللي تعبنا معاه من اول الفيلم، واللي بيكون فاكر انه هيقدر يموت كول، لكنه ما يعرفش ان ده جيسون استسام اللي مش بيموت في الافلام. وكول بيقدر يتعلق في الحبال الدايبه، وبيقدر انه يخلص عليه بابشع موته. وفي الوقت ده الشرطه البحريه بتوصل وبتنقذ الناس اللي على السفينه، وبيكلبشوا كول وبيكونوا هيقبضوا عليه. لكن في الوقت ده بتيجي انجي
وبتقول لهم ان ده مش كول اصلا، وان كول من الناس اللي ماتت على السفينه وجثته اترمت في البحر، انما ده شخص طيب وجدع وساعد الناس، ومن غيره ما كانش حد في السفينه هيفضل عايش. وفعلا الضابط بيصدقها وبيسيب كول، وبيمشي كول بعد ما بيشكرها انها انقذته من القبض عليه. ولكن وهو ماشي بيرن على المساعد بتاعه وبيديله رقم لخيط جديد وصل له، وده علشان يعرف مين الراس الكبيره اللي ورا قتل تيبو برضه. وساعتها من الرقم ده المساعد بتاعه بيقول له ان الشخص ده يبقى دانييلز. وساعتها بيقرر كول انه يرجع مره تانية، ولكن قبل ما يروح لدانييلز الاول بنشوفه مستني كاميرون في العربيه، وكاميرون ساعتها بيكون بيزور قبر ابوه وحزين جدا عليه. ولكن اول ما بيدخل وبيلاقي كول بيكون مش عارف يودي وشه منه فين، وكاميرون بيقول له ان هو اتورط معاهم لانه في الاول الفلوس زغللت عينيه، بس بعد كده العصابه دي بقوا بيهددوه وبيضغطوا عليه انه يتمموا عمليه الاتجار في البشر على السفن بتاعتهم، لدرجه انه خلى ابوه يبيع الشركه خالص علشان يخلص منهم ويبعد عنهم، وانه ما كانش يعرف انهم هيخلصوا على ابوه. وساعتها كول بيقول له خليك عارف ان انت السبب في موت ابوك، وحاول تتعايش مع الموضوع ده بطريقتك انت الشخصيه. وبعدها بيسيبه وبيمشي، وبيكون كاميرون في منتهى الندم على موت ابوه. بعد كده بنشوف دانييلز راكب العربيه بتاعته، وفجاه بتدخل فيه عربيه باقصى سرعتها، وبينزل كول من العربيه دي وبيضرب طلقه في دماغ السواق، وبينزل دانييلز من العربيه. وساعتها دانييلز بيحاول يترجاه بكل الطرق وبيقول له هعمل لك اللي انت عايزه بس سيبني اعيش. لكن كول وقتها بيرد عليه وبيقول له ان اللي هو عاوزه انه ينتقم لتيبو بس، وبعدها بيقتله فورا. وبكده بينتهي الفيلم النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش رايك في الكومنتات ولايك واشتراك للقناه علشان يوصل لكم كل ملخصاتنا. اشوفكم بخير.